الفطير الفلاحي المشلتت على اصوله. مين بقى بيحب الفطير المشلتت مع حتة جبنة وكوباية شاي؟ يلا بينا اوريكم احنا عملنا ايه. طبعا احنا كنا ملمومين في اليوم ده، وطبعا قلنا لهم ايه، انا نفسي في فطير مشلتت، بصراحة كان نفسي فيه من زمان اوي يعني. طبعا العجينة معرفتش اجيبها الصراحة. العجينة سهلة خالص يا جماعة. العجينة يعني بيبقى مية دافية، بس متكونش دافية قوي، ودقيق وملح وشوية سكر، وبتعجنها عجين كويس. وبعد كده بقى ايه، بتقرصيها زي ما انتوا شايفين كده في اول الفيديو مع سمنة. طبعا بتحط سمنة على الصينية من تحت ومن فوق. وهنا طبعا كنا احنا بنفرد الفطيرة زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. الفطيرة كانت كبيرة، احنا اصلا كنا عاملين التقريصة كانت كبيرة جدا. كنا عايزين نعمل الفطير كبير، يعني احنا كل مرة بنعمله صغير، فاحنا قلنا بقى المرة دي نعمل الفطيرة تكون كبيرة كده وايه وشكلها حلو. هنا طبعا جبنا الصينية بتاعت ماما الكبيرة قوي، وبقينا نفرد عليها الفطير زي ما انتوا شايفين كده. والله كلنا بصوا يعني مش شاركين في الفطير ده، كله قاعد بيفرد من ناحية. بسم الله ما شاء الله، كان في منتهى الروعة، وكان طعمه جميل جدا. تسلم ايديهم ماما وخالته، كان تحفة 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 بجد. هنا بقى حلاوة الفطير لما بيتعمل كده يا جماعة. شايفين الفطير عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، في منتهى الروعة. هنا طبعا بقى بتكون خلصت، بنقوم جايبين صينية بيكون فيها سمنة، وبتحطها في الصينية وبتسيبها ترفع شوية، وبعد كده بتبططيها وتقومي منزلها ايه الفرن على طول. يعني ما بتاخديش وقت، في ثانية الا ثانية. وعلى فكرة الفطير ما بياخدش وقت، الفطير بيتعمل بسرعة وما بياخدش وقت. هنا طبعا كنا خلاص خلصناها. طبعا بقى نحطه في الفرن ونطلع الصينية من الفرن نبطط وندخل الصينية. طبعا كانت العيلة كلها عاملة يعني. ايه رأيكم بقى في الجمال والروعة ده؟ بصراحة كان سخن، كان نفسي اقطع لكم واحدة تشوفوها. جربوه مش هتندموا عليه. متنسوش تحطوا اللايك. باي.